السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا صديقي العزيز؟ معاك هشام عبد الحميد. تخيل معايا كده انت لسه صاحي من النوم، عارف ان عندك شغل او مذاكرة او رياضة او اي حاجة مفيدة عموما، بس دماغك بتقول لك طب ننام 5 دقايق كمان وبعدين نشوف. تفتكر ايه الحل؟ طيب، بس 5 دقايق دول، ال5 دقايق دول بيبقوا ساعتين او 3 او 4، وقبل ما تفوق بتلاقي نفسك بتتفرج على فيديو ناس بتطبق بلكها بالالوان ويلعب. ليه بنحب الكسل؟ هل إحنا فعلا كائنات كسولة؟ ولا ديت مؤامرة من ماتريكس؟ أولا، الجينات البريئة بس مش قوية. الكسل مش عيب أخلاقي، ده سلوك بيولوجي. أجدادنا من آلاف السنين كانوا عايشين في بيئة صعبة ما فيهاش أكل كتير، فلما يلاقوا أكل لازم ياكلوا ويخزنوا، ولما ما فيش حاجة يعملوها يرتاحوا. يعني الكسل كان وسيلة للبقاء. الجسم بيقول لك ما تتحركش من غير لازمة علشان توفر طاقة. إحنا مش عارفين هتلاقي الأكل فين تاني. تالت حاجة، المخ عايز يرتاح. المخ هو أكبر عدو، بيستهلك طاقة من جسمك، بيستهلك حوالي 20-25% من طاقة الجسم، وهو 2% من وزنك. يعني لما تيجي تفكر تعمل حاجة صعبة زي تبدأ مذاكرة أو تنزل جيم، المخ بيقول لك ليه وجع دماغ؟ تعال نقعد نتفرج على فيديو قطة بتعزف على البيانو أحسن. إيه العبث اللي أنا بقوله ده؟ تالت حاجة اسمها مقاومة النفسية. ده مصطلح في علم النفس اسمه التسويف. ده مش لأنك فاشل، ده لأنه المخ بيرتبط بحاجة صعبة بالمجهود أو بالألم، فأنت تلقائي تهرب منها أو تعمل حاجة تانية أسهل، زي تقلب على التيك توك أو تحضر 5 حلقات من مسلسل أنت المفروض تحضر محاضرة. رابع حاجة، المخدر الحلال. كل ما تعمل حاجة بسيطة تجيب متعة سريعة، زي الأكل، التيك توك، اليوتيوب، جسمك بيفرز مادة اسمها الدوبامين، فالمخ بيتعود. المخ بيتعود. ليه أذاكر واستنى النتيجة بعد شهر أو بعد سنة لما ممكن آخد المتعة فورية دلوقتي؟ ودي اسمها متعة فورية مقابل متعة مؤجلة. طيب، نحل الموضوع ده إزاي؟ اخدع مخك، قسم المهمة اللي عليك، بدل ما تقول هذاكر 3 ساعات قول هذاكر 10 دقايق فقط، لأن المخ ما بيحبش الجبال بس ممكن يتسلق السلم صغير. ابتعد عن المشتتات زي التليفون، تيك توك، البلطجية تحت البيت برضه. كافئ نفسك بعد إنجاز، خد لك شوية، كافئ نفسك يعني خد لك شوكولاتة، قهوة، أو حتى نطة على كنبة. أنت مش كسول، بس أنت مخلوق ذكي بيحاول يوفر مجهود زي ما أسلافك عملوا من آلاف السنين. بس الزمن اتغير والمخ لسه عايش في الغابة. أنا كنت الدحيح لايت، وأشوفكم في الجديد. سلام.